هاد الشخص سميتو لامين يامال، اصغر اسطورات كرة القدم. القصة غتبدا في 13 يونيو 2007 بمدينة مطارو اسبانيا. تزاد لامين وسط عائلة اب مغربي وام غينية الاصل. لامين بدا كيكبر وبدا عنده الحب لكرة القدم. الوالدين ديالو نهار على نهار كيكتشفوا ان ولدهم عنده موهبة في رجليه، وهنا جاتهم الفكرة يدخلوا الابن ديالهم لاكاديمية الفئة الصغرى د الحي ديالو. المدرب والتقنيين د الفريق تفاجئوا بالموهبة لامين يامال، بحيث انه صغير وكيلعب مزيان بزاف. كاشفي المواهب د الاندية حطوا عليه عينيهم، لكن الأكاديمية برشلونة كانت سباقة وضربات حب وتبل. لامين دخل الأكاديمية وبين ليهم أنه في مستوى كبير في المراوغة والتسجيل التهديفي أكثر من رائع. لعب مع الأكاديمية 58 مباراة واللي سجل فيها 130 هدف، شي حاجة اللي بزاف. معدل ديال 2.3 هدف في كل مباراة. بالعربية الدري هربان. وهنا المدرب الفريق الأول برشلونة تشافي بان ليه الدري في المستوى الكبير رغم أنه عنده 15 سنة فقط. ونهار 29 ابريل 2023 بان لامين يامال بالقميص برشلونه لاول مره ضد ريال بيتيس، واللي فاجئ كاع الناس اللي تفرجوا في الماتش، واللي ما بانش فيه انه عنده 15 سنه فقط في اللعب اللي تيدير. وهذا الشيء اللي خلى المنتخبات الاسباني والمغربي يحطوا عليه العين، واللي كنتمناو يختار المنتخب المغربي ونشوفوا بحال هاد المواهب الصاعده في المنتخب الوطني. الفيديو سالينا، ما تنساش لايك ومتابعه باش يوصلك الفيديو الجاي. كان معكم خالد بباشهم الله.